دخلت الماب ورحت اشتري فاكهة عشوائية زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، وبعدين اكتشفت ان انا مش معايا فلوس. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. السلام عليكم، معاكم عبدو ام دي في مقطع جديد. النهارده هنلعب لعبه روبلوكس في ماب بلوكس فروت. طيب لسه قايل دلوقتي دخلت ماب بلوكس فروت عشان اشتري فاكهه عشوائيه، بما ان دي سلسله الفواكه العشوائيه وان احنا نشتري كل حاجه نعدي عليها، ولكن اكتشفت ان انا ما كانش معايا فلوس من ساعه ما نهيت الفيديو اللي فات. بس من حسن حظي وانا بلعب لقيت الفاكهه العشوائيه اللي هي بتقع كل شويه في الماب دي، والفاكهه دي كانت فاكهه البركان او فاكهه الحمم. فيب دي هتبقى الفاكهه اللي معانا في فيديو النهارده، وان شاء الله برضو في الفيديو الجاي هنشتري فاكهه عشوائيه، وان شاء الله وقتها هيكون معانا فلوس. طيب اللي عملناه في الفيديو اللي فات ان احنا عدينا على 5 جزر ووصلنا ليفل 120 واشترينا كل حاجه في الجزر اللي احنا عدينا عليها. في فيديو النهارده هنحاول برضو نعدي على 5 جزر ونشتري كل حاجه هتبقى موجوده في ال5 جزر دول. الجزيره دلوقتي اللي احنا فيها جزيره المارين فورد، اللي اتفرج على ون بيس هيعرفها اكيد يعني، والفاينل بوس بتاعها بصراحه مش عارف مين ده. انت عبيط يا ابني. عندنا هنا مكانين نشتري فيهم، المكان الاول هو الراجل الجدع ده، والمكان التاني اللي هو الوشاح اللي موجود في عمود من العواميد دي، بصراحه مش فاكر انهي عمود. ياب مش العمود ده ولا العمود ده، ياب هو العمود ده. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ عندك الراجل اللي هنا دوت بيبيع لك الوشاح ب50,000. ودلوقتي هنلعب بقى عشان نزداد ليفل ونشتري كل الحاجات اللي في الجزيره دي، بعدين ننتقل على الجزيره اللي بعدها. ولد صغير وكان اسمه زيزو، كان دايما بيحط صباعه في لا طيب دلوقتي نقدر نروح الجزيرة اللي بعدها، ولكن لسه في حاجات هنا محتاجين نشتريها. أول حاجة الوشاح اللي هنا، ونقدر نقول إن احنا اشتريناه. نيجي بقى الأسلحة اللي هنا، أول سلاح ب30,000 ونقدر نقول إن احنا اشتريناه. تاني سلاح ب65,000 ونقدر نقول إن احنا اشتريناه. اوكي تاني سلاح كان مسدس نستعمله كده عشان نشوف شكله بس. ده كحيان، ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ طيب معكش معانا غير 6000 كاش، واكيد مش هيكفوا لاخر حاجه اللي هي ب100,000. كتير اوفر، كتير. المهم هنجمع ال100,000 عشان نشتري اخر حاجه ونرجع لكم. طيب ودلوقتي جمعنا ال100,000 تمن اخر حاجه، ونقدر نقول ان احنا اشتريناها. واخر حاجه كانت المسدس الكحيان ده. ويب دلوقتي كل حاجه في الجزيره ديت بقت معانا، ودلوقتي هنروح الجزيره اللي بعدها. أنا في الطريق أستطيع الحياة بلا ما لدي عائلة وأصدقاء. الجزيرة اللي بعدها دلوقتي هي جزيرة السما او جزيرة السحاب. حسب ما انا فاكر جزيرة السما ديت مقسومة على جزيرتين اصلا. المهم ان الجزيرة الاولى الراجل بتاع اسلوب البارك ياب موجود هنا اهوت، بيبيع لك اسلوب البارك ب500,000. ده غير ان عندك الراجل اللي هنا دوت بيبيع سيوف، عنده سيفين، السيف الاول ب400,000 والسيف التاني ب1,000,000. وبس اتوقع نقف لغايه هنا. خد يا ولد هبقى من الناحيه الثانيه. احنا طيب دلوقتي هنجمع عشان نشتري الحاجات ديت اللي انا مش عارف اصلا هنشتريها ازاي، اللي تمنها هيبقى 2 مليون الا 100,000. صح، الاول قبل ما نبدا كنت هنسى موضوع النقط دي. هنزود هنا 30 نقطه وهنا 30 نقطه وهنا 30 نقطه. ودلوقتي نرجع بقى نعمل في المهام عشان نزداد ليفل، نجيب فلوس، نشتري الحاجات، نروح الجزيره اللي بعدها. واد اسمه زيزو ده ولد خلبوز، كان كيفه انه كل يوم ياخد بعض. طيب دلوقتي نقدر نروح الجزيرة اللي بعدها، ولكن الحاجة اللي كلنا توقعناها ان احنا لسه ما جمعناش الفلوس. أجيب فلوس حرفيا ال 2 مليون الا 100,000 اللي احنا المفروض نجمعهم انا ما جمعتش منهم الا 250,000. فهجمع عشان اشتري الحاجات ديت اللي انا مش عارف اصلا هشتريها ازاي وارجع لكم. 2 hours later. طيب في حاجة عايز اقولها، بس الاهم منها ان احنا جمعنا 1,900,000. ولا اي كلام ولا اي كلام.
طيب اول حاجه هنروح نشتريها اسلوب البارك. بعد ما وصلنا اسلوب سانجي ليفل ماكس هنودعه دلوقتي. واسلوب البارك نقدر نقول ان احنا اشتريناه. تاني حاجه بقى والحاجه اللي انا هموت واعرفها هي السيوف. انا عايز اعرف ايه السيف دوت ابو 400,000، واللي عايز اعرفه اكتر السيف ابو مليون. انا عايز اعرف ده انهي سيف في ون بيس، لان انا حسب ما انا فاكر جزيره السما ما كانش فيها سيوف اصلا. والسيف الاول نقدر نقول ان احنا اشتريناه. ده سيف مين بقى؟ انا مش فاكر. طب يا صبر ايه ولكن مش ده المهم. المهم اكتر دلوقتي السيف ابو مليون. انا هموت واعرف ده انهي سيف في ون بيس. ونقدر نقول ان احنا لازم اوصل ليفل 250 عشان اعرف اشتريه. طيب بما انهم اتكلموا على الليفل خليني بقى اتكلم على الحاجه اللي انا كنت عايز اقولها. عشان تجمع فلوس عندك طريقتين، يا اما انك تجمعها من الصناديق يا اما انك تاخد المهام وهتزداد في الليفل وتزداد في الفلوس. فبصراحه انا كنت ناوي اجمعها من الصناديق بس كانت حاجه مستحيله. مش عارف انا كنت بفكر في اي وقت ما قلت ان انا هجمع 1,900,000 من الصناديق، فما كانش قدامي حل غير ان انا اخد المهام وده خلاني ازداد في الليفل قبل ما اروح الجزيره اللي يدور عليها. بس حاولت على قد ما اقدر ان انا ما ازدادش في الليفل. يعني انا رحت لجزيره المارين فورد وجزيره التلج عشان احارب البوس اللي هناك بما انه هيديني فلوس اكتر. وحتى الوشاح اللي ما وقعليش وانا بحارب في جزيره المارين فورد وقع لي دلوقتي. مش تمام. وفي الاخر بعد كل المحاولات دي عشان ما ازدادش في الليفل قبل ما اروح الجزيره اللي بعدها وصلت ليفل 249. والجزيره اللي بعدها هي جزيره السجن. تعتبر اصلا انها مقسومه على جزيرتين. الجزء الاول منها بيبدا من ليفل 190 والجزء الثاني منها بيبدا من ليفل 210 تقريبا. فانا اعتبر بالفعل ان انا خلصت الجزء الاول وانا دلوقتي ليفل 249. واقوى بوس في الجزيره هناك اللي هو دوفلامينجو من ليفل 240. يعني انا تقريبا يعتبر ان انا خلاص ختمتها بس لسه ما ختمتهاش. تعبيط يا اسطى. فهروحها دلوقتي برضو عشان لو فيها حاجه هناك نشتريها. وان شاء الله مش هنلاقي حاجه هناك لان مفيش خلق اصلا ان انا اجمع فلوس. ولكن لازم برضو اروح الجزيره عشان اتاكد ان مفيش حاجه هناك ايه محتاجين نشتريها بما اننا بنشتري كل حاجه. بس قبل ما اروحها الاول فاضل لي ليفل واحد بس هوصله عشان اعرف اشتري السيف ابو مليون. طيب دلوقتي وصلنا ليفل 250. ده غير ان احنا خلاص نعتبر ختمنا الجزئين او الجزيرتين اللي في جزيره السجن. ولكن هنيجي الاول هنا للسيف ابو مليون اللي انا هموت واعرف ده سيف مين او انهي سيف. ونقدر نقول ان احنا اشتريناه. مش مصدق نفسي يا ليل. خلاص نطلع كده. مش مصدق نفسي يا ليل. السيف بتاعه ياجي ده اول سيف نجيبه ليجندري اصلا. مع اني ما بستعملش السيوف بس هفضل مخليه على ظهري برضه. يعني جبنا سيف اوياجي وكمان جبنا الوشاح بتاعه من جزيره المارين فورد. طيب دلوقتي نقدر نسكب الجزئين اللي من جزيرة السجن ولكن برضه نروح نعدي عليها عشان نتأكد ان مفيش حاجة هناك. أنا في الطريق أنا في الطريق أستطيع الحياة بلا ما لدي عائلة وأصدقاء. طيب وصلت جزيرة السجن اهوت وخدت لفة في الجزيرة كلها. حرفيا مش لاقي اي شوب نشتري منه حاجه والحمد لله. فمن الواضح كده بقى ان الجزء دوت من جزيره السجن احنا سكبناه والجزء ده هو كمان احنا سكبناه. فدلوقتي نروح للجزيره اللي بعدها اللي هي غالبا حسب ما انا فاكر جزيره البركان او الحمم. أنا في الطريق أنا في الطريق أستطيع الحياة بلا ما لدي عائلة وأصدقاء. طيب طلعت فاكر غلط. الجزيره اللي بعدها هي الجزيره دي. المهم هناخد جوله سريعه في الجزيره عشان نتاكد برضو ان مفيش اي حاجه هنا نشتريها. طيب وبعد جوله سريعه دلوقتي اتاكدت ان الحمد لله الجزيره دي هي كمان مفيش اي حاجه نشتريها فيها. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ فكل اللي علينا دلوقتي ان احنا نعمل المهام نزداد في الليفل نروح الجزيره اللي بعدها. بس قبل ما نبدا في المهام النقاط هنا من ساعه جزيره السما وانا ما زودتهاش. معايا 300 نقطه فهنزود 100 هنا و100 هنا و100 هنا. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدا بقى في المهام. ويقوم نازل من غير ما يقول لامه وابو زيزو لو عرف هيطلع دي. لا طيب ودلوقتي وصلنا ليفل 300. فاول حاجه معانا هنا 150 نقطه. هنحط هنا 50 نقطه وهنا 50 نقطه وهنا 50 نقطه. وبما ان مفيش شب في الجزيره دي فدلوقتي هنروح الجزيره اللي بعدها. أنا في الطريق أنا في الطريق أستطيع الحياة بلا ما لدي عائلة وأصدقاء.
طيب والجزيرة اللي بعدها هي جزيرة البركان او الحمم، وبرضه دي هتبقى اخر جزيرة معانا في فيديو النهاردة. بس في شوب هنا غالبا كده ده نفس الشوب اللي كان في جزيرة التلج ياب، اللي بيبقى لك هاك التسلق والنط كذا مرة والكلام ده، وغالبا مفيش اي شوب تاني هنا غير ده بس. فدلوقتي بقى هنبدأ ناخد المهام عشان نزداد الليفل وننهي الفيديو عشان مسرح طيب. هزر مش قصده انه يغيظها، راح زيزو اتهور ومسكها لا طيب ودلوقتي وصلنا ليفل 375، يعني نقدر نروح الجزيرة اللي بعدها، ولكن في الفيديو الجاي بقى ان شاء الله. وبس اتوقع ان لغايه هنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك عشان تحمسنا ننزل اكتر، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ومع السلامه. Now red, my blood, ain't no sleeping. You're on your tippy toes creeping.